تزامنا مع زيارة وزير النقل لحظة رفع حواجز الطريق الإقليمي لتوسعة الطريق. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، متابعة القاهرة 24 في كل مكان، كما تعكس كاميرا كايرو لايف قناة القاهرة 24 لحضراتكم من أغلى الطريق الدائري الإقليمي. يعني أعمال التوسعة ورفع الحواجز الفاصلة بين يعني الاتجاهين لتوسعة الطريق. الطريق زي ما حضراتكم شايفين الآن يعني أصبح كبير جدا بعد رفع الحواجز الخرسانية والبلادير من منتصف الطريق، وأصبح كل هذه الحارات مخصصة للطريق القادم من مصر اسكندرية الصحراوي. ده الطريق القادم مصر اسكندريه الصحراوي ومتجه للزراعي، وجاري الان رفع الحواجز والبلادير الفاصله بين الطريقين في الاتجاه الاخر، في الاتجاه القادم من طريق مصر اسكندريه الزراعي ومتجه الى طريق مصر اسكندريه الصحراوي. جاءت الاعمال بعد التوجيهات الرئاسيه بالامس، وايضا تزامنا مع زياره الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل منذ قليل خلال جولته التفقدية بالطريق الإقليمي الجديد للوقوف على آخر تطورات أعمال صيانة الطريق. يعني منذ قليل الفريق كامل الوزير عبر من بوابة وكارتة الخطبة يعني في جولته التفقدية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي بنطاق المنوفية، وأيضا عبر كارت الخطبة متجها إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي لاستكمال جولته. زي ما حضراتكم شايفين أعمال رفع الحواجز الخرسانية من منتصف الطريق الإقليمي وتوسعته، والحقيقة شغالين على قدم وساق تزامنا مع زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل. وايضا زي ما حضراتكم شايفين كده يعني اعمال بيتم كنس الطريق وازاحه الرمال من على الطريق. شغالين الحقيقه على قدم وساق وعاملين مجهود كويس جدا منذ الصباح الباكر. وفي الجهه الاخرى اللوادر والمعدات الثقيله بتعمل على قدم وساق لرفع البلادير والحواجز الخرسانيه من على الطريق الاقليمي لتوسعه الطريق. ومنذ قليل يعني أجرى المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية بالطريق الإقليمي للوقوف على آخر تطورات أعمال صيانة الطريق. وأيضا رافق الوزير خلال جولته التفقدية اللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بجانب عددا من القيادات بوزارة النقل ورجال المرور. وتأتي هذه الجولة التفقدية للوقوف على الجدول الزمني لمراجعة أعمال صيانة الطريق الإقليمي، خاصة بعد مشاهد الحوادث المتكررة على الطريق خلال الأيام الماضية. زي ما حضراتكم شايفين يعني شغالين على قدم وساق لتوسعة الطريق الدائري الإقليمي. وأيضا يعني الطريق الحقيقة أصبح كبير جدا بعد رفع الحواجز الخرسانية والحواجز الفاصلة في الطريقين، وكمان بيتم إزاحة الرمال من على الطريق باستخدام المعدات وكنسه حرفيا لحفاظا على حياة المواطنين وتفاديا للحوادث البشعة والحوادث المتكررة التي نسمع عنها كل يوم على الطريق الإقليمي. جولة تفقدية للفريق كامل الوزير وزير النقل لتفقد الطريق الدائري الإقليمي بعد التوجيهات الرئاسية. وجاءت هذه الجولة في غضون متابعة الفريق كامل الوزير لتطورات حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس ركاب على الطريق الإقليمي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع حادث تصادم مأساوي بين سيارتين ميكروباص بالأمس في نطاق الجيزة، أسفر عن وقوع 10 ضحايا و11 مصاب. كان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بالأمس بدراسة اتخاذ الإجراءات
اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وأيضا ضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت. كما وجه سيادته وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على جميع الطرق، وليس الطريق الدائري الإقليمي فقط، من حيث السرعة وأيضا الحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين. زي ما حضراتكم شايفين يعني بدء أعمال توسعة الطريق الدائري الإقليمي تزامنا مع زيارة وزير النقل الذي كان متواجدا منذ قليل وأنهى جولته التفقدية في نطاق محافظة المنوفية على الطريق الدائري الإقليمي، وعبر بوابة وكارتة الخطابة متجها إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي لاستكمال جولته التفقدية. ورافق سيادته أيضا خلال الجولة اللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بجانب عددا من قيادات وزارة النقل وأيضا رجال المرور. زي ما حضراتكم شايفين الأعمال بتتم على الطريق الإقليمي الآن، أعمال توسعة الطريق وأيضا رفع الحواجز الخرسانية والبلادير من منتصف الطريق لزيادة عدد الحارات. جاء هذا الأمر تزامنا مع زيارة وزير النقل وبعد التوجيهات الرئاسية. زي ما قلت لحضراتكم بالأمس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة. وأيضا جاء هذا الأمر حفاظا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت. زي ما حضراتكم شايفين شغالين على قدم وساق منذ الصباح الباكر بالمعدات الثقيلة بيقومون برفع البلادير ورفع الحواجز الخرسانية لزيادة عدد الحارات على الطريق الدائري الإقليمي. يعني الطريق الإقليمي كان أزمة كبيرة بسبب أنه كان حارتين فقط النهاردة، وخلال هذه اللحظات ومع حضراتكم عبر البث المباشر بيتم رفع الحواجز الخرسانية والبلادير لزيادة عدد الحارات وتوسيع الطريق الدائري الإقليمي. الطريق الإقليمي زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما كان يعني حارتين فقط، يعني الحقيقة دلوقتي بقى واسع بشكل كبير جدا، يعني نقدر نتكلم في 6 و7 حارات. الحقيقة أصبح كبير جدا، وكل هذا المكان بقى مخصص للسيارات القادمة والمتجهة من الزراعي لطريق مصر اسكندرية الصحراوي، والاتجاه الآخر أيضا تم الانتهاء من الأعمال فيه، القادم من مصر اسكندرية الصحراوي ومتجه إلى بنا. زي ما حضراتكم شايفين باللوادر والمعدات الثقيلة جاري رفع الحواجز الخرسانية والبلادير من منتصف الطريق، وبيقومون الآن برفع الرمال وأي شيء من شأنه عرقلة الحركة على الطريق الإقليمي. جاءت هذه الأعمال تزامنا مع زيارة الوزير وأيضا بعد توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأمس. خلينا نقرب وناخد مع حضراتكم جولة على الطريق ونشوف أعمال رفع الحواجز الخرسانية من على الطريق. الطريق الإقليمي يعني كان المساحة الصغيرة جدا اللي أمام حضراتكم دي يا دوب الحارتين دول، بعد التوجيهات الجديدة وأيضا تزامنا مع زيارة وزير النقل بدأ ينضاف الجزء اللي على اليمين ده. طبعا الجزء اللي فيه الرمال في المنتصف ده كان موجود فيه البلادير والحواجز الخرسانية. على طول الطريق الدائري الإقليمي تم رفع الحواجز الخرسانية، وجاري الآن كمان يعني المعدات بتقوم بكنس الطريق وإزالة الرمال لمنع عرقلة حركة السير أمام السيارات والمسافرين على الطريق. الحقيقة مجهود كبير منهم بيتم بذلهم، لكن الأعمال وحدها لا تكفي، ولابد من مساعدة الجهات المعنية
والالتزام بالتعليمات المرورية والالتزام بالسرعات المقررة حفاظا على حياتنا ومنعا وتفاديا للحوادث. هيتم دلوقتي استكمال رفع الحواجز الخرسانية والبلادير لحد كارتة وبوابة الخطبة، وبإذن الله هنكون متابعين مع حضراتكم في حال وجود أي أعمال أخرى أو استكمال وأي توسعات هيتم البت فيها على الطريق الدائري الإقليمي. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، متابعي القاهرة 24 في جولة حية وفي بث مباشر عبر كير لايف قناة القاهرة 24 ننقل لحضراتكم أعمال توسعة الطريق الدائري الإقليمي تزامنا مع زيارة وزير النقل منذ قليل في جولته التفقدية على الطريق الدائري الإقليمي، وأيضا بعد توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأمس. بإذن الله هنكون متواجدين مع حضراتكم لحظة بلحظة لمتابعة كل الأعمال اللي بتتم على الطريق الإقليمي ومتابعة كل أخبار